السلام عليكم ليكيب، وصحة عيدكم وكل عام وأنتم بخير والأمة المسلمة في جميع أنحاء العالم. رجعنا لكم بعد غياب طويل بفيديو جديد يتضمن شرح تيفو إلتراس فاناتيك ريدز ضد نادي المصري البورسعيدي ضمن منافسات كأس الكاف والأجواء المحيطة بهذه المباراة. ففي ليال كهذه لا تقاس المباراة بالأهداف فقط، بل بما تصنعه الجماهير في المدرجات من قلب ملعب نيلسون مانديلا ببراقي. وفي واحدة من أقوى مواجهات كأس الكونفدرالية الإفريقية لم يكن شباب بلوزداد وحده في الميدان، بل كان خلفه جمهور يصنع العرض الحقيقي. إلتراس فاناتيك ريدز لم تكتفي بالحضور، بل قدمت تيفو استثنائيا ولوحة جماهيرية تحولت معها المدرجات إلى مشهد عالمي يجمع بين الإبداع، التنظيم والرسالة. في هذا الفيديو سنأخذكم داخل هذا العرض لنشرح تفاصيل التيفو ونكشف خبايا الأجواء التي صنعتها الجماهير من أول لحظة إلى آخر نفس في المدرج. تيفو إلتراس فاناتيك ريدز المشجع لنادي شباب بلوزداد في المباراة التي جمعت فريقهم بضيفه النادي المصري البورسعيدي ضمن ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بملعب نيلسون مانديلا ببراقي كان عبارة عن تيفو كوريغرافي حمل جملة واريورز فيكتوريورز بمعنى المحاربون فائزون. أما رسالة الدخلة حملت عبارة Win first and then go to war. انتصروا أولا لكي ندخل الحرب. وتستمد هذه العبارة دلالتها من فلسفة القائد الصيني سون تزو في كتابه فن الحرب، حيث تعكس مبدأ استراتيجيا عميقا مفاده أن النصر يصنع قبل خوض المعركة عبر التخطيط المحكم والتحضير الجيد وفرض السيطرة الذهنية والتكتيكية على الخصم. التيفو حمل رسالة تحفيزية مباشرة للاعبين تدعوهم إلى حسم المواجهة بعقلية المنتصر منذ البداية وعدم ترك أي مجال للصدفة أو الارتجال، كما يعكس وعي الجماهير بأهمية الجانب الذهني في مثل هذه المباريات الحاسمة، حيث يتحول الانتصار إلى قرار يتخذ قبل أن يكون نتيجة تحقق فوق أرضية الميدان. أما الأجواء التي صنعتها الأنصار بقيادة إلتراس فاناتيك ريدز كانت أجواء خرافية في المدرجات. وفي نهاية المباراة وبعد تأهل شباب بلوزداد إلى نصف نهائي كأس الكاف للمرة الثانية في تاريخه، رفعت المجموعة إيتوندار جاء كتكملة لتيفو مباراة الذهاب في مصر. استكملت المجموعة فكرتها من اللعبة الشهيرة ميتال سلوغ، فبعد أن رفعت في مباراة الذهاب في ملعب السويس تيفو يحمل بطل اللعبة وهو يواجه الأعداء بعبارة Destroy them all، دمرهم جميعا. وسط أجواء الأهرامات جاء الإيتوندار في مباراة الإياب بالجزائر العاصمة ليعرض مشهد النهاية ميسيون كومبليت مع صورة المومياء المنهزمة الذي يعكس حسم شباب الوزداد للمعركة الكروية وتأكيد عبوره للدور القادم ببراعة ونجاح. وفي النهاية قد تنتهي المباراة، لكن ما يبقى هو ما صنع في المدرجات. ليلة أخرى تثبت أن فاناتيك ريدز ليست مجرد مجموعة، بل عقلية، تنظيم وشغف لا يتوقف. إذا أعجبكم هذا العمل لا تنسوا دعم الفيديو والاشتراك في القناة لمتابعة كل ما يصنعه الإلتراس من إبداع داخل الملاعب.